إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم لكم الفنان فؤاد المهندس في برنامج كلمتين على الماشي. أداء صوتي الفنان محمد الشرنوبي، إخراج السيد عثمان. على رأي المثل اللي بيقول من خرج من داره اتقل مقداره. المثل ده بينطبق على سيد افندي. سيد افندي قاعد مع عبد افندي يفكروا ويدبروا ويقدروا على احوال البلاد. سيد افندي قال لعبد افندي: انت قريت جورنان النهارده يا عبده؟ عبد افندي بص لسيد افندي قال له: قريت الجورنان يا سيد. سيد افندي قال له: انت قريت الخبر اللي مكتوب في صفحة الحوادث طالبين مطربين يا عبده؟ عبد افندي بص لسيد افندي قال له: انت ومالك ومال الخبر ده يا سيد؟ سيد افندي بص لعبد افندي قال له: انا قررت بعد الحاح شديد ابقى مطرب. عبد افندي بص لسيد افندي قال له: انت اتجننت يا سيد؟ وبعد ما شاب ودوا الكتاب. سيد افندي بص لعبد افندي قال له: كتاب؟ احنا جيل السمنة البلدي يا عبده، احنا نطلع نهاتي ونكاكي، احنا فينا صحة تجيب جبال، احنا مش زي مطربين الايام دي يا دوب يقول قبليه ويقع على الارض. عبد افندي بص لسيد افندي قال له: يا خلاص هتاخد زمنك وزمن غيرك يا سيد، الشباب بتاع الايام دي من ساعة ما غنوا للميكروباص والفن في بلدنا باظ. قال له: خلاص انا قررت يا عبدو ابقى مطرب. عبد افندي بص لسيد افندي قال له: انت حر يا سيد، قد اعذر من انظر، بس احب اقول لك حاجه يا سيد، من خرج من داره اتقل مقداره. سيد افندي ما سمعش كلام عبد افندي وركب جزمته ووصل لمبنى الاذاعه. لا اصوات لا تطاق. في امكانك تغني وانت قاعد في البيت، لا المطرب ما بيغنيش، عمال يهز وسطه عمال على بطال وموسيقى رق واي حاجه في اي حاجه. سيد افندي صعبت عليه نفسه ورجع لعبد افندي وقال له: فعلا يا عبده، من خرج من داره اتقل مقداره، مش كده ولا ايه؟